ودايوغ راه المحامي ديالهم راه كاين في الجلسه، هما يسولوا المحامي ديالهم علاش ما عيطش لهم. القرار تاع ما كاينش هذاك القانون العداله راه باسم صاحب الجلاله، حكم باسم ماشي ديال ما كنعرف حتى واحد. ما عندكش بعدا الحق كاع تدخل عندي، راه عندك حكم صاحب الجلاله جي طبقو، راه ما عندكش حق تدخل تهضر معايا، ما تهضرش معايا كاع، ما ازرهم ما عندكش حق تقول لي دخل. نضربوا لا ما كاين نضرب لا والو، حاشا ما كاين نضرب لا والو. شوف ما تقيسنيش جماعة بالقوة خلي العون. دراري يلا اجي المنطوق ديال المحكمة وباسم صاحب الجلالة، ورغم ذلك الله غالب اش غندير، غادي نفهموا هذا الشيء من بعد ان شاء الله. دوت عليكم؟ دوت عليكم؟ ايوا ما نعرف، غنقول لك الناس مبتدئين في البلديه ربما ما تيفهموش، ما تيعرفوش يطريدوا، ما تيعرفوش الروح ديال المسؤوليه، ربما هذا الشيء ديال بون سي با غاف. ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا للمحكمه ونقول لها راه ما تمش بالقرار ديالكم. بدينا باشرنا العمل في قلب هذا المحل. مني باشرنا العمل وخر العقده كتنص بانه السيد اللي خدا هذا الاصل التجاري هذا الباي من حقه ما يلتجاش للجماعه باش ياخذ لي بلان نهائيا. هذا الشيء موثق في العقد. يلا بدينا كنشتغلوا فيه، حبسونا قال لك لا سيدي خصك ترجع دير تصميم. عملنا التصميم، والتصميم سهروا عليه شركات اجنبيه كنديه وشركات مغربيه. هادشي كله بين وجوج. ملي اقتنيناها دونك مشينا درنا لي بلون، صوبنا لي بلون ديالنا، حطيناهم في 2006 ما كانوا يتصادق عليهم حتى في 2009. في 2009 ملي جينا ندخلوا ونباشروا، خدينا لوطوريزاسيون دو كونستروير ودخلنا بغينا نباشروا العمل، لقينا السوق كله بدا كيتلاشى لانه ما كانش عنده صيانه. دونك في هذه اللحظه هذه نضنا شفنا شركات اللي مختصه بالترميم وبدينا كنرموا فيه. دونك بدينا كنرموا، خدا لينا وقت كبير. هذا الترميم لقينا فيه عراقيل كثيره كتخدم كيجيو يحبسوك. بلاتي الله يخليك اللجنه خصها تجي تشوف. حتى 2013 كنتفاجئوا بفسخ العقد بدون وعلى سبيل بين قوسين غادي تشوف هنا على اليسار ديالك راه كاين هاد المرائب اللي كتشوف راه حنا اللي بنيناهم. دونك مرائب، جوج المرائب تحت الارض، شوف شحال غادي يتكلفوا لك. الطاقه الاستيعابيه ديالهم تقريبا ديال واحد 600 ولا 700 سياره. دونك هادشي كله قامت به هاد الشركه رغم العراقيل اللي لقات. دونك 2013 تم هذا خليك معايا في 2013 تم بغاو يفسخوا هذا العقد. مشينا للمحكمه، خدينا الايقافات. ناضوا دار واحد الطريقه متويه في العقد، عطاو واحد الرقم اخر، عاود جاوا بلغونا، مشينا عاود به للمحكمه، عاود ربحناه. دونك هي كاينه اليوم مجموعه ديال الملفات اللي رائجه في القضاء اللي كلها تربحات لصالح الشركه ديال ديمكو، الا ملف واحد اللي حاليا هو رائج في القضاء. والان هاد الناس انا كنستغرب كيفاش كينفذوا واحد المقرر وهو الملف رائج في القضاء الان. وشهاده التسليم انا راه عطيتها للسيد القائد قلت له تامس منه، لا هو ولا السيد العام. إذا حاضر نائبه كهون محامي كان حاضر ورافع في الملف
كان على الجماعة أن تنتظر مآل الملف ومنطوق الحكم، وإذا به نفاجأ. هذا العمل ينم على خارج السياق القانوني، لأن احنا في دولة الحق والقانون، دولة اللي مشات بعيدا في الديمقراطيه، واذا به نفاجأ. هذه تمثيليه، هذو الناس كيمثلوا الشريحه المجتمعيه، واذا به كيقتحموا مكان رغم صدور حكم باسم جلاله الملك وطبق القانون، بمعنى السلطه الاداريه تتعدى على السلطه القضائيه بالمغرب. هذا من تجليات هذا التعدي. راه كديروا امر مختلف للقانون. السلطه لكن تحتكم جميعا القانون، راه دا حكم صادر باسم صاحب الجلاله السيد الباشا، السيد الخليفه. الحكم مشى. انا كنقول لكم راه تحملوا المسؤوليه ديال هادشي. هذا منطق، هذا توصلت عند رئيس المحكمه الاداريه. منطوق ديال الحكم ها هو جاي